الأهلي يفكر في الميلان وأرسنال. تقريرنا التالي يحمل الكثير من التفاصيل. في القارة الأوروبية وقبل عقدين من الزمان كان نادي ميلانو الإيطالي يقدم أجمل وأروع المستويات بكرته الشاملة وتواجد أبرز اللاعبين أمثال الهولندي فان باستن. ولأن الإبداع لا حصر له، أراد حينها نجوم العاصمة الإيطالية تحقيق إنجاز شخصي يصعب تحطيمه، فكان الهدف تحقيق انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي. فتحقق لهم ما أرادوا في الفترة ما بين عام 1991 و 1993 بالوصول ل 58 مباراة بلا خسارة. في لندن كان النادي اللندني أرسنال الذي قدم آنذاك سيمفونية رائعة ورسم لوحة من الإبداع الفني مع مدربه الفرنسي آرسن فينغر ومهاجمه الغزال الأسمر تيري هنري موسم 2003-2004 الذي شهد فيه تحقيق الدوري بلا خسارة والوصول للرقم 49 كثاني أقوى رقم بعد ميلان الإيطالي. على الجانب الآخر وفي القارة الآسيوية سجل الشباب رقما جديدا حين وصلت سلسلة انتصاراته للرقم 34 في الدوري وبلا خسارة ليسجل إنجازا جديدا للكرة السعودية. ولأن الشباب سجل رقما محليا يصعب تحطيمه أو الوصول إليه، كان لكتيبة النجوم الأهلاوية رأي آخر. فبعد الخسارة من الهلال بالدوري في 16 من يناير عام 2014 بهدف الشمراني، بدأ حلم تحطيم الأرقام بالفوز على الغريم التقليدي الاتحاد. ثم توالت الانتصارات تلو الانتصارات حتى وصلوا للرقم 34 ليعادلوا رقم الشباب في عدد مرات حالات الفوز بالدوري. في 21 من أغسطس العام 2015 كان الأهلاويون على موعد مع تحقيق إنجاز شخصي جديد، وهو تحطيم رقم الشباب عندما حققوا الهدف بالوصول للرقم 35 كأول ناد سعودي يصل لهذا الرقم. ولأنه إنجاز كبير يصعب تحقيقه وعلى طريقة الكبار، أشاد موقع فيفا العالمي بفريق الأهلي بعد أن استطاع تعزيز رقمه القياسي بالوصول للرقم 37 كأول ناد آسيوي يصل لهذا الرقم. ولأن طموح كتيبة نجوم الأهلي لا يتوقف، وصلوا تقديم أجمل وأروع المستويات وتحطيم الأرقام بالوصول للرقم 40 بعد تعادله مع الشباب في الدوري. ويوم الأحد 22 من نوفمبر ستكون جماهير الراقي على موعد لتحقيق أرقام قياسية جديدة عندما يلتقي الأهلي بالاتحاد في ديرب مرتقب. فهل يواصل الأهلي تحطيم الأرقام القياسية والاقتراب من تحطيم أرقام الأندية العالمية، أم سيكون للاتحاديين رأي آخر؟